يا صباح التفاؤل والأمل بالله، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا على عيونكم. قليل قوي لما هتلاقوني بصور حاجة زي كده، لأن الصراحة مش متعودة، وهتكلم معاكم باللي أنا حاساه جوايا. ففي البداية نقول صباح ورد وهنا على حبايب قلبي أنا. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا. كل اللي انا هقدر اقوله لك يا ست الكل ان انا مش بخترع الذره. انا عاوزاكي تشمري كمامك الحلوين وتدخلي برجلك اليمين وتتحركي. لو وراكي اي حاجه تعمليها اعمليها معايا. صلي على النبي في سرك عشان تاخدي حسنات، وكمان اكتبيها في التعليقات واوعي تبخلي بيها ابدا. لان صدقيني هتبقى حسنه جاريه كده، يعني مش عارفه، حاسه ان احنا يعني بنفيد بعض كلنا، حتى لو انتي شايفه ان مفيش معلومه جديده متقدمه في الفيديو. بس يعني بناخد حسنات مع بعضينا. يعني ايه، مش هتبقى بعبعة وكمان لا نبعبع وناخد حسنات برضو. المهم يا ست الكل، طبعا انا صليت. اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. انا مش بصور لكم خالص. بصوا، انا الحمد لله الحمد لله، يعني انا مش عارفه اتكلم اقول ايه. باجي لغايه النقطه دي وبحس ان انا متلخبطه ومتوتره. بحس ان انا يعني اخر شخص على وجه الارض ممكن يتكلم على علاقته بربنا. مش هطلع نفسي قدامكم ان انا ما بعملش حاجات غلط، او ان انا يعني بصوا اللي هو بقى قال الله وقال الرسول ومتقيه ربنا قوي وبعمل كل حاجه زي ما قال الكتاب. لا ابدا والله. بالعكس، انا يمكن اكتر حد في الدنيا بغلط. بعمل حاجات كتيره مش صح. بندم على حاجات كتير بعملها. جوايا دايما حاجه بتكون صاحيه بتأنب فيا كده، يعني ضميري احيانا، مش احيانا، هو على طول الصراحه بيكون صاحي. بتوجع من اقل حاجة ممكن تكون بتحصل في حياتي، بفرح بابسط حاجة ممكن تكون بتحصل لي. بس كل اللي انا هقدر اقوله لكم ان من نعم ربنا عليا من شهر رمضان السنة دي وانا في حاجة اتغيرت جوايا. اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. وبدعي ربنا دايما، يا رب نور قلبي وطريقي وهديني ليك. دي دايما دعوتي اللي بقعد ادعيها كتير، يا رب آه، قربني ليك، يا رب قربني ليك، ابعد عني وسوسة الشيطان الرجيم وقربني ليك. يا رب انا نفسي دايما اكون بين ايدك، وان انا اكون مواظبة على صلاتي. حاسة ان انا بجاهد نفسي. لان بصوا، اللي بيبقى نفس ظروفي كده او متعود ان هو يصلي ويقطع وكده، بيبقى حياته لهياه، الدنيا لهياه. بيبقى بتحس ان هو في غيبوبة كده، حد مش عايش على ارض الواقع يعني. حاجات كتير سرقاه، السكينة سرقاه. فانا الحمد لله ربنا نعم عليا من شهر رمضان، وبدأت ان انا اصلي واكون منتظمة في صلاتي. مع العلم ان بيجي عليا اوقات طبعا يعني غصب عني بجمع بين الفروض. انا عارفة ان ده مش صح، بس والله يعني اوقات كتير بيكون غصب عني. بس انا بجاهد نفسي. فجت الفترة الأخيرة حصلت حاجات مش هعرف ان انا احكيها لكم. ماشي. آه تعبانة يعني. فبعدت عن ربنا شوية. وبعديها الحمد لله بدأت ان انا يعني انوي كده ان انا اقرب من ربنا تاني. وبعد كده الحمد لله يعني كانت اول ركعة بقى اركعها كده بعد غياب، يعني بعد ان انا غايبة عن ربنا ومش عارفة ان انا اصلي. عندي هس عندي شكوك كتير. انا من الناس اللي هي، بصوا يا بنات، اعوذ بالله من كلمة انا، بس اللي عارفني كويس جدا جدا هيكون عارف ان انا من الناس اللي بتحب تتقن الحاجة اللي بتعملها. فانا دايما بحس ان انا حتى وانا بصلي مقصرة، بس بقول لا انا مش هقطع الصلاة عشان ما خليش الشيطان يتغلب امنتك عليا. امانة وانت كده بتتفرجي عليا تدعي لي دعوة حلوة بظهر الغيب ان ربنا يقربني ليه ويثبتني ويبعد عني الشيطان الرجيم ويهديني كده وينور طريقي بقرب ربنا. مش عارفة اتكلم معاكم كتير في الموضوع ده، بس والله العظيم انا اللي جوايا كتير، يعني مفيش حاجة توصفه. بس الحمد لله على كل حال. المهم اول حاجة عملتها زي ما انتوا شفتوا كده، ان انا طبعا اول ما صحيت اتوضيت وفي شوية ترتيبات الحمد لله عملتها كاهتمام بنفسي يعني. وكنت اخده بقى كده شاور وحطيت بقى كده برفيوم، يعني ده احسن مقابله، احسن مقابله في الدنيا، يعني هقف بين ايد ربنا. فلازم كده اكون بصوا يعني على سنجة 10. وطبعا لبست بقى العباية الواسعة اللي انتوا شايفينها دي، والحمد لله صليت الصبح.
وبعد كده بدأت ان انا انطلق شوية. عايزة اقول لكم ان انا نفسي كانت مقفولة عن الحوض بطريقة مش طبيعية. من بعد ما نويت كده يعني ان انا اصلي كده واتشجع كده بالنهار واخد كده طاقة ايجابية بضوء ربنا. دخلت كده على الحوض زي ما انتوا شفتوا وشهيصت النفسية، وكمان طلعت الديسبونسر الجديد بتاع الصابون بتاع المواعين ده، وبدأت ان انا اعبيه صابون كده وغسلته طبعا الاول كويس، وشكله كيوت قوي كده وعسل، والصراحة فرحت بيه جدا والله، احسن بقى من العلبة والكلام ده والازازة بتاعت الصابون اللي عمالة اخد منها كده كل شوية. لا، السبونسر ده احلى كتير الصراحة. بس السبونشة اللي جاية معاه اي كلام طبعا، ده الماركة بتاعته ماكس، وكنت وريته لكم في مشترياتي، والصراحة يجنن تحفة، وهيوفر معايا كمان في الصابون، عشان انتوا عارفين ان انا ايه يعني انا ناقص اخد صابون المواعين ده حقن، انا مش عارفه في ايه، انا مدمنه صابون مواعين وغسيل مواعين والكلام ده كله. طبعا شفتوا الست لولي، هتسالوني هو انت وديتيها فين؟ هقولك يا ست الكل قاعده قدامي على الرخامه وعيني عليها طبعا وانا شغاله، لانها فاتحه السرينه، ومش هعرف ان انا اسيبها تعيط طول الوقت ده، هتصحي اخواتها وهتصحي باباها، اخواتها اللي هي تويا يعني، لان عموري كان في الحضانه تمام كده. وانا اصلا ما كنتش نمت، انا كنت مطبقه عشان انزل عموري الحضانه بعد غياب بقى تعب. وكان اول يوم صراحه ينزل فيه، وعايزه اقول لكم ان في اليوم ده رجع لي كان بيشن، والله العظيم انا يعني بلف حوالين نفسي بعمر، مناعته ضعيفه جدا. ربنا يا رب يحفظه لي يا رب هو واخواته، وربنا يحفظ لكم اولادكم ويرزق كل مشتاق للذريه الصالحه. المهم يا اخواتي، شطبت الحوض كده وشيصت النفسية وظبطت حالي كده، لان الصراحة نفسي كانت مسدودة جدا، المواعين عمالة تتراكم عليا. هي كلها حاجات بسيطة، ما فيهاش حلل ولا حاجات بقى بتاع مطرح طبيخ ولا الكلام ده كله. اللي متابعني كويس هيبقى عارف ان الحلل والحاجات الكبيرة عندي انا بغسلها اول باول، مش بسيبها تسحم لي الحوض. ولا ان انا ابقى حطاها بقى فوق الرخامة، ولا لا، بشطب حاجتي كده اول باول. بس الصراحة انا الفترة دي بحس كده بهزلان في جسمي، حاسه كده في حاجه غريبه. المهم انا عارفه ان انتوا هتستغربوا، عشان انتوا عارفين ان عموري تعبان، وازاي بقى تعبان وانتي جايبه بطيخ؟ لان انا خرجته من التلاجة، سبته يعني يسخن كده شويه عشان هبدا ان انا افطر بقى وقلت هيخلي البت لولي كده تشجعني وناكل. افطر قبل ما انام لاني كنت جوعت جدا، انا مطبقه، واللي بيسهر ده بيجوع، السهر بيجوع يا اخواتي، انا عرفت عشان ليه انا ما بخسش، بسبب ان انا بسهر، طبعا ببقى مطبقه ايامي داخله في بعضها، فعشان كده باكل في اوقات غريبه. المهم عموري لما رحنا اتعزمنا بره عند عمتي اخت جوزي، فكان جوز عمته يعني كان جايب اللهم صل على النبي بطيخ ماشي، فكل شويه يقول لك تيح تيح بيقول على البطيخ تيخ تيح، بيقولها بالحاء. بس لولي بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يحميها، بتقلدني عشان شافتني بمسح الرخامه. يا كيوتي يا كيوتي يا لولي. المهم يا اخواتي، اللهم صل على النبي، فنزل مع بابا بعد ما رجعنا من بره، فاحنا كنا مروحين بدري بالنسبه لبابا طبعا يعني بدري، فنزل مع بابا كان بيجيب لنا عشاء وكده، جبن بقى وعيش فين والحاجات دي، ودخل السوبر ماركت كمان، فشاف البطيخ شبط فيه بقى. بصوا، بيقول لي عمل قلبان وشبط فيه وتيح وعايز بقى البطيخ، فجاب بقى واحده واضطرينا ان احنا نجيبها وسلمناها على ربنا، والحمد لله شاريينها برضو يعني ايه من مكان نظيف، والحمد لله طلعت حلوه يعني، عشان طبعا في ناس كتير بتحذر من البطيخ، واولهم الدكاتره بطيخ وخوخ بلاش دلوقتي عشان بشاير وغلط والكلام ده كله. ف يعني ايه، اللهم صل على النبي، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله ان هي طلعت كويسه. المهم، اللهم صل على النبي، عملنا ايه بقى دلوقتي؟ بدات ان انا اجيب العيش الفينو وهعمل لي كده كام سندوتش. عايزه اقول لكم والله العظيم السندوتش تحس ان هو لحسه، ما شبعنيش اصلا، سندوتش صغنن جدا، بس انا قلت يعني ايه اكل اي حاجه ما اسيبش نفسي جعانه كده، عشان لولي والرضاعه وكده يعني. طبعا لولي انتوا شايفينها ان هي شعرها منكوش، طب كلنا متفقين هي لسه صاحيه من النوم، وهي ما خدتش كفايتها من النوم، ما لحقتش تنام اصلا، فاحنا هنرجع ننام بقى، يعني أنا هنام كده فتره، اللي هو قولوا مثلا من بعد الساعه
10 او 11 الصبح لغاية اما عموري يجيلي من الحضانة. فاحنا يعني لسه هنكمل نومنا، عشان الناس اللي بتسيب كل حاجة في الفيديو وتعلق في تفاصيل شعر اولادك وهدومهم ومش عارفة ايه. غالبا يعني ده حال كل بيت وحال كل الاولاد. انتي مهما تكوني بتصرفي على عيالك وبتجيبي لهم اغلى اللبس، بمجرد ان هم بيلبسوه بيبهدلوا نفسهم، ما بيبانش عليهم اساسا ولا غالي ولا رخيص. فاحنا استهلاكنا كتير، بنغير كتير جدا. فربنا يا رب يحفظ لي اولادي ويقويني عليهم. المهم يا اخواتي، عملت كده سندوتش لانشون، وعملت سندوتش رومي، وسندوتش كمان جبنة. شكلت كده وقلت بقى هفطر وجنبها كده البطيخ. اللهم صل على النبي. ولولي طبعا ايه، قلبت الفار الصندوق وبتاكل الجبنة الرومي. هي بتنقيها من العيش وتاكلها. انا مش بحب اكلها لها كتير عشان هي بتعطشها وبتخليها تبقى عطشانه جدا، وبتصحى من النوم تقعد تصرخ وتعيط، يعني اللي هي بيبقى ريقها ناشف كده مش عارفه ان هي تنام. ماما خلاص جهزت بقى الفطار، هخش بقى كده انا والست لولي على ضوء ربنا كده، ونقعد انا وهي كده في الارض ونبدا ان احنا ناكل. عايزه اقول لكم والله بجد انا جوايا حاجات كتير والله، يعني ما كلام مش هيوصفها يعني. بصوا حاجات كده بيبقى العالم بالقلوب ربنا بقى. فمش هعرف ان انا اتكلم على كل حاجة جوايا، بس اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب العالمين. الحمد لله، يعني الحمد لله على نعمة الاسلام. طبعا ان الواحد بيقرب من ربنا و... وبيكون بين ايد ربنا كده واقف على سجادته، طبعا احساس وحاجة ما تتوصفش، مش ما فيش كلام هيوصفها. بس خليني اقول لكم، في فتره طبعا الفتره اللي انا كنت بعيده فيها، حاسه ان في حاجه جوايا مش طبيعيه. انا حاسه ان ناقصني حاجه، زي ما كنت تايهه، يعني في حاجه تايهه مني وبدور عليها ومش لاقياها، مش عارفه ان انا ارتاح. احساس شبه ده، واكيد كلنا بنمر بيه، مش يعني مش انا لوحدي. بس الحمد لله على كل حال، يعني الحمد سامعاكي لله. وشايفاكي يا خلبوسة قلبي يلا هتقوليلي، هو انتي طالعة عاملة فيديو عشان تغسلي مواعين وكمان تفطري معانا وشكرا على كده وده الروتين بتاعك؟ هقولك لا، مش ده المغزى خالص من الموضوع. المغزى من الموضوع ان احنا بنشجع بعض حتى لو بحاجة بسيطة، لان عارفة ان في ناس كتير بتمر بنفس ظروفي. ده رقم واحد. رقم اتنين، اقسم بالله ان كان عندي حاجات تتعمل قد كده، بس صدقوني انا حاسة بهزلان في جسمي مش طبيعي، وقلة النوم مأثرة عليا، مخلياني كمان ما عنديش الطاقة ان انا اعمل اي حاجة. فسبحان من مخلاني اصلا يعني اقف على رجلي واغسل المواعين اللي انت شفتيها دي. فربنا خلقنا قدراتنا مختلفة عن بعض. مش معنى ان ربنا يعني نعم عليكي بصحة حلوة، او ربنا كرمك بان انتي بتقومي كل يوم تهدي البيت وتشيلي فوق تحتيه وتشيلي سجاد وتعملي واللي بصي، وشقتك ما شاء الله اكيد بتبرق وزي الفل. مش معنى كده ان فرض ان نور لازم تكون زيك، لا، كل واحد بقى ليه طاقة وليه يعني جهد معين. وبس والله ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. اهم حاجة ما تنسونيش بدعواتكم الجميلة وتحطوا لايكات كتير، وسلام.